ما تيجي اقول لكم لو عندكم لحمه برازيلي بالشكل الجميل ده، تعالى اقول لكم تعملوها ازاي. آه، دي طبعا لحمه برازيلي، اجزاء اماميه بتيجي زي ما هي كده. ودلوقتي طبعا انا جبت حله كبيره وحطيت فيها ميه واستنيت لما الميه بتغلي، ومن غير اي اضافات هحط فيها اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بحالها صوابع. بسم الله ما شاء الله، الكمية حلوة والحلة ما شاء الله كبيرة فأخدت الكمية كلها. وطبعا هنستنى لما تطلع الريمة اللي عليها عشان الزفارة، وبعد كده شايفين الريمة دي هنتخلص منها كلها. آه اللحمة لازم تتعمل كده، خصوصا اللحمة اللي هي لما تكون معاكي كمية لحمة كبيرة و... وعايزة تطلعي منها حاجة حلوة وريحة وطعم وكده، بنعملها كده ان انتي. اما بقى لو عندك مثلا لو هتعملي كيلو واحد فعادي ده ممكن تشوحيه بمستكة وكلام من ده، لكن لو كمية كبيرة يفضل ان انتي تعمليها بالشكل ده. بعد ما طلعت كل الريمة اللي عليها احط بصل، شرايح بصل وفلفل وجزر، واحط عليها عصير طماطم وده على حسب الكمية. حطيت عليها حوالي 2 كيلو ونص طماطم مفرومين. بعد كده هبتدي احط التوابل، ورق لورا ولومي وفلفل ابيض وفلفل اسود، حبهان ومستكة وسبع بهارات وجوز الطيب، وطبعا قرفة عيدان وقرنفل وكزبرة ناشفة وزعتر مطحون وروزماري مطحون. تمام. هحط كل التوابل اللي انتوا شايفينها دي، طبعا ديت اللي انا بحطها في الاخر ده جوز الطيب المبشوره، انا ببشراها كده بالمبشره. وهنستنى بقى لحد ما تاخد تقليبه كده بالتوابل، وبعد كده هنسيبها لحد ما تاخد حوالي 80% سوا. تمام. طبعا ده بعد ما خدت 80% سوا، ابو عمار بيساعدني في التقطيع. بتتقطع زي ما انتم شايفين كده شرايح تحفة جدا جدا. هوريكم دلوقتي تاني واحنا بنقطعها اهي. قطع شرايح 80% سوا، بتطلع معاكي الشرايح متماسكة وبالشكل ده. وبعد كده طبعا بنجهزها عفوا، بنجهزها عشان ندخلها الفرن. الخلطة دي بقى عبارة عن شرايح بصل، شرايح من فلفل ألوان، فلفل أخضر وجزر مبشور. تمام. وبنحطهم بقى بنحطهم في الصاج من تحت، وبنحط عليهم الشرايح بتاعة اللحمة زي ما انتم شايفين كده. طبعا لما بتتقطع شرايح بترمي معاكي كمية كبيرة جدا. لو عاملة عزومة ولا حاجة ومفيش امكانيات ان انت تجيبي لحمة من اللي هي اللحمة العادية يعني مش المجمدة، ممكن تعمل معاكي مع كفتة مع حاجة تظبط الكلام. وطبعا بعد ما حطيناها شايفينها شكلها تفتح النفس ومستوية ولونها مورد. يعني بصوا، ده انسب طريقة للتسوية. بعد كده بنحط عليها طبقة من الحاجات اللي قلنا عليها، وطبعا بتبقى بنسقيها بشوية شوربة من شوربة اللحمة، وبندخلها الفرن وبتطلع وبألف هنا وشفا. وطبعا نسيت اقول لكم ان الخلطة اللي احنا حطيناها على الوش دي عليها توابل نفس توابل اللحمة، نفس التوابل اللي حطيناها للحمة حطيناها هنا على الخلطة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة.